السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معاكم وجيه خوجة، ودي قناتي على اليوتيوب، قناة وجيه خوجة. هتكلم النهاردة عن الزراعة المائية. الزراعة المائية فيها أكتر من شكل. فيها اللي احنا شايفينه ده اللي هو الهيدروبونيك، وهنتكلم يعني ايه هيدروبونيك دلوقتي. وفي الأكوابونيك، وفي الساندبونيك، وهو مشتق من الأكوابونيك. الأكوابونيك والساندبونيك هتلاقوا لهم في فيديوهات كتير موجودة عندي على القناة. هتكلم دلوقتي على الهيدروبونيك واستغلاله في زراعة الأسطح أو الزراعة المنزلية. اللي احنا شايفينه دلوقتي ده زراعة خيار، والوسط اللي مزروع فيه ده عبارة عن حوض. الحوض ده فيه زي سن أو زلط أو أحجار بركانية. طبعا هو أفضلهم كلهم الحجر البركاني، لأنه هو بيفيد كمان النبات، لأن بيبقى فيه مخصبات ومغذيات للنبات. وينفع طبعا برضو ان انا ازرع في الحصى او في الزلط. اوكي. ده اسمه جروبد، يعني الوسيله دي في الزراعه اسمها الجروبد. وهنلاقي جنبيها البايبات اللي هي متعلقه على الحائط، ودي اسمها NFT. زراعه الخيار والطماطم والسمريات عموما الافضل ليها الهيدروبونيك مش الاكوبونيك، لان الهيدروبونيك بيعتمد على ان انا بضيف فيه نوعين من المحاليل، اللي هي المحاليل الصغرى والكبرى، او العناصر الصغرى والكبرى. والعناصر الصغرى معناها العناصر اللي النبات بيحتاج منها نسب بسيطة. والعناصر الكبرى معناها برضو نفس الكلام، العناصر اللي بيحتاج منها او المغذيات اللي بيحتاج منها النبات نسب كبيرة. دي الفرق ده. لما بيكون عندنا زراعة زي الثمريات، حضرتك لازم تبقى عارف ان كل نوع من الثمار بيحتاج عناصر ومغذيات مختلفة عن باقي النباتات. علشان كده بيبقى الافضل له ان احنا نزرعه عن طريق الهيدروبونيك، عشان نتحكم في العناصر اللي احنا هنضيفها لنوع النبات اللي احنا بنزرعه. في الاكوبونيك بتبقى العناصر ثابته، وهي مخرجات الاسماك ومتبقيات الاعلاف، وبالتالي مش هتفيد الا في حاله واحده، في الورقيات. عشان كده في الاكوبونيك بتبقى الورقيات ممتازه جدا فيه، لان مخرجات الاسماك من النيتروجين بالذات هي دي اللي بتغذي الورقيات. بينما في الثمريات لا، لازم يكون في العناصر الخاصة بيه، وخاصة ان احنا بنغيرها من وقت للتاني على حسب الدورة نفسها، اذا كان في عقد، اذا كان في اسمار، اذا كان في جروينج او في نمو للنبات، اذا كان في حصاد. فبالتالي لازم نتحكم في المواد اللي احنا بنستخدمها في المواد الصغرى والكبرى في النسب بتاعتها. زي ما شفنا كده، احنا اتكلمنا على نوعين من الوسائل. اللي احنا شايفينه ده دلوقتي اللي هو الجروبد، واللي احنا شايفينه ده دلوقتي على الحائط اللي هو ال NFT. لو دي اول مرة تشوفنا على القناة، برجاء ان انت تشترك معايا في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. تحياتي لكم جميعا. كنت معكم وجيه خوجة من قناتي على اليوتيوب، قناة وجيه خوجة. هتلاقوا لي قناة تانية برضو على التيك توك، برضو بنفس الاسم. تشرفوني عليها. واللي عنده اي استفسار عن الزراعة المائية عموما بجميع انواعها، او تربية الاسماك برضو بجميع الانظمة بتاعتها، يتفضل يسألني في التعليقات، او يكتب لي على الرسائل بتاعت صفحتي على الفيسبوك، برضو صفحة وجيه خوجة ان انجلش. تحياتي لكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.